وازيكم يا شباب، ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده يا شباب باذن الله هعرفكم ازاي تاخدوا لقطه شاشه او سكرين شوت في هواتف سامسونج A21 اس او اي هاتف سامسونج عموما. يعني باذن الله هتكون نفس الطريقه دي وهتنفع مع جميع الهواتف بطريقتين مختلفتين. بس اتمنى منكم قبل ما ابدا في الشرح تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتدوسوا لايك للفيديو لو عجبكم، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس. ومن غير مقدمات كتير يلا نبدا في الشرح. اول طريقه يا جماعه هتكون من خلال انك انت هتروح للضبط، وبعد كده هتنزل تحت يا جماعة، هتنزل تحت خالص لحد ما توصل إمكانية الوصول. وبعد كده يا جماعة هنروح رايحين على تفاعل ومهارات، وبعد كده هتلاقي حاجة اسمها قائمة المساعد، هتروح مفعلها، هتلاقيها عندك اتفعلت هنا. هتدوس الزرار اللي في النص وهترجع، هتدوس عليها هتقلب، هتلاقي في حاجة هنا اسمها صورة الشاشة. كده انت اخدت سكرين شوت بطريقة سهلة. طيب عاوز تسهل الدنيا اكتر، هتروح تاني برضو للضبط وتروح لإمكانية الوصول وتفاعل ومهارات وقائمة المساعد، وهنا هتدوس ضبط اللوحة والمؤشر. لا هنرجع من دي يا جماعة وهنجيب التطبيقات اللي فيها. هندوس تحديد عناصر قائمة اسيستنت، تمام، وهنحذفهم كلهم يا جماعة، مش هنخلي الله لقط الشاشة، كلهم هنحذفهم اهو. كده احنا خليناش اي غير لقط الشاشة. هنرجع، تقدر من هنا تزود الشفافية بتاعتها يا جماعة، يعني تخليها مثلا ما واضحاش خالص، كده تخليها واضحة. زي رمز مثلا على الحافة، الحجم بتاعها كبير ولا صغير. طب انا خليتها دلوقتي اصغر حاجة يا جماعة. بصوا دلوقتي مفيش اسهل من لقط الشاشة بالنسبة لك. هتروح دايس كده، كده انت خدت لقط الشاشة. ليه؟ انا شلت كل حاجة ما خليتش الا هي بس اهو. تدوس كده تروح تاخد لقط الشاشة. طيب انت مش عاوز تاخد بالطريقة دي، تقدر يا جماعة تاخد من الازرار من خلال زر خفض الصوت وزر الباور اهو، زي ما انتم شايفين يا جماعة اهو، زر الباور وخفض الصوت مع بعض. ولو عاوز تاخد سكرين شوت طويلة يا جماعة برضو تقدر عادي يعني، بس اهم شيء يكون في حاجة مثلا زي كده. عاوز تاخد سكرين شوت طويلة هتروح عامل كده وتفضل تدوس على دي اللي تحت اهي يا جماعة. ناخد تاني وتروح دايس على دي، تفضل تدوس لدي، كده انت بتاخد سكرين شوت طويلة يا جماعة اهو. ولو بعد كده لو رحنا للاستوديو هنلاقي الصورة، ادي صور الشاشة وادي سكرين شوت اللي كنا واخدينها يا جماعة الطويلة اهو، بسهولة جدا. بس وبكده يكون شرح النهارده انتهى. اتمنى يا رب يكون افادكم، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.